هو منقذ الخليقة ومجدد الطريقة، هو السيد العجيب والرجل الطبيب، هو الكانز لأسرار الذكر السامية والناشر لدعوة القوم الربانية، هو من يقدس الشرع والقرآن ويمجد السنن والإحسان، هو من زاد للزاوية مجدا وعزا وحاز للطريق رفعا ونصرا، هو من يزيل الوهم ليلا ونهارا ويزرع الفهم سرا وجهارا، هو سبط البتول ووارث سر المصطفى الرسول، وصاحب الفهم المستغرق والوجه المستبرق، وصاحب العينين النضاختان واليدين الكريمتان، هو الحرفي الماهر وذو الصنعة الباهر، هو حفيد سيد عبد القادر وسيد أهل الله العامر، هو من أعطى للفقراء الذكر والمقام وجعلهم من أهل العزم والغرام، هو من عرف المريدين الحلم والسلام وعلمهم العمل وقلة الكلام، ومن بدل للحياة رسمها وأعطى للحضرة طعمها، هو من جعل للنظرة وقتها وللآنية فنها، هو ذاك حمزة بن عباس حفيد طه، زيارته ما أغلاها، صاحب الطلعة البهية وما أسناها.